السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي، قناة نعمة الصوت. ان شاء الله النهارده زي ما انتم شايفين كده، طبعا الشتاء دخل والجو سقع وايه، محتاجين حاجات كده تدفي البيت. طبعا انا يعني من الاساسيات اللي عندي في البيت الدقيق، بيكنج باودر، فانيليا، دي حاجات انا بحبها جدا 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 تكون موجودة في البيت عندي. هنبدأ نعمل قرص مع بعض النهارده ان شاء الله، الطريقة تعجبكم وتكون سهلة. انا بوريكم كده ان انا كان عندي سمنة سمنة انا مسيحاها بلدي، ومعايا بيكنج باودر وفانيليا، والمعايا ده كيلو دقيق، ده شمر. فهنبدأ نعمل قرص بالشمر. انا المفروض نحط سمسم بس انا ما كانش عندي سمسم في الوقت ده، فمش مشكلة يعني، بس هو بالسمسم بصراحة بيبقى طعمها حلو قوي. هبدأ هنا هاخد لكيلو الدقيق كوباية ونص سمنة، كوباية ونص زيت، كوباية ونص زيت بس، كوباية ونص سمنة بس، حسب ما انت عايزة. انا هحط كوباية زيت وايه، نص كوباية سمنة. عشان مش عايزاها لا طرية ولا ناشفة قوي، يعني هتبقى هي بصراحة كانت جميلة جدا. تمام. فهبدأ ان انا احطهم على البوتاجاز كده يسيحوا هما مع نفسهم، وهنا على الدقيق بقى المواد الجافة كلها نحطها على بعضها. حطيت ذرة ملح صغيرة جدا، إيه، وسكر. حطيت 3 معالق سكر لاني مش عايزاها برضو دلع، يعني انا عايزاها برضو مسكرة لحد ما. انا كنت احط الفانيليا البيكنج باودر، وافتكرت ان انا البيكنج باودر مش هينفع احطه عشان انا بقدح مش بقدحها يعني بسخنها. والبيكنج باودر احنا عارفين او الخميره لو اتحط عليهم اي حاجه سخنه بيبطل مفعولهم. فانا ايه، حطيت زي ما انتم شايفين كده الخميره في كوبايه ميه، وهاخد من الدقيق بقى السكر الثلاث معالق او الاربع معالق اللي انا حطيتهم، هاخد منهم بتاع معلقتين احطهم على الخميره. هتشوفوا دلوقتي انا بصوا هاخدهم عشان ميبقاش برضو سكر كتير قوي، فانا هاخدهم من على الوش كده واحطهم على الخميره، وهركن الخميره على جنب عشان تفور. طبعا احنا في الشتاء والخميره بتاخد وقت شويه، طبعا لازم تكون ميه دافيه. والسكر عشان بينشط الخميره بيخليها تفور اكتر يعني. بس كده. انا الدقيق بقى السمنه بعد ما ساحت اخدت معلقتين شمر حطيتهم عليها. واول ما حطيت معلقتين الشمر اللي هما يعني ايه، السمنه عشان سخنه قوي فبداوا ان هما زي يتحمصوا، بس هما مش اتحمصوا يعني، طلعوا الريحه بتاعتهم. فهنا هبدا ان انا بصوا ما اطلع الريحه بتاعتها بس، فبدات خدتهم على الدقيق. يبقى الدقيق احنا هنا حطينا عليه ذره ملح بس. وبدات بقى ان ايه، طبعا عشان سخن بدات اعمله بالمعلقه لغايه ما هدي شويه، وبدات ان انا ايه، اعجن فيه زي ما انتم شايفين. ممكن نعجنه بلبن، ممكن نعجنه بميه، اللي متوفر عندك مفيش مشكله. تبقى حلوه قوي 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 لو اتعجنت باللبن الرايب، يعني لو عندك لبن قطع وعجنتي بيه قرص، يعني انا اي لبن اول ما اللبن يقطع عندي على طول اعجن بيه قرص، بصراحه بيبقى حلو جدا جدا وليه طعم وريحه ممتازه. هنا هو هبدا ان انا دعكت السمنه مع الدقيق كويس جدا جدا، وبعد كده بدات حطيت عليهم كيس البيكنج باودر وكيس الفانيليا. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما دعكت السمنه كويس قوي في الدقيق، كيس بيكنج باودر كيس فانيليا. ممكن نحط كوبايتين سمنه هيبقى ناعم معاكي اكتر. انا ما كنتش عايزاه ناعم او طري، يعني انت لو حطيتي كوبايتين هيبقى ناعم معاكي اكتر، لا انا حطيت كوبايه ونص عشان عايزاه وسط، لا ناعم قوي ولا ناشف قوي. هنا هو انا كنت حاطه كوبايه الا ربع ميه دافيه، اعجن بيه يعني، حطيت عليها الخميره. هبدا املى كوبايه ميه تاني دافيه، طبعا مش سخنه، دافيه. لازم نعجن بميه دافيه عشان خاطر احنا في الشتاء والخميره مش بتقوم بسرعه، يعني لازم تبقى الميه دافيه. وبعدين انا اصلا لما عملت السيجون بتاعتي دخلتها يعني ولعت الفرن دفي، وبعد كده طفيتها ودخلت السيجون تخمر شويه. هنا انا مليت كوبايه ميه تاني، بدات اعجن لغايه يعني ايه، زودي ميه بقى حبه حبه زي ما انتم شايفين كده، لغايه ما العجينه فكت من ايدك، وفي نفس الوقت بقت طريه، لا هي ناشفه ولا هي ايه طريه قوي. زي ما انتم شايفين كده انا بزود ميه حبه حبه، لان انا طبعا مش عايزاها ناشفه قوي مش عايزاها طريه قوي. العجينه لازم تكون يعني ايه حلوه في ايدك كده اهوت، ان انت تعرفي تشتغلي بيها او تعرفي تشكليها بسهوله. بدات كده خدتها على الرخامه بقى، بعد ما اتلمت معايا بدات بقى ايه اعجنها كويس قوي عشان الخميره بالبيكنج باودر والحاجات بتاعتنا كله يدخل في بعضه يبقى كويس قوي، والخميره تبدا تشتغل في العجينه كلها. انتوا واخدين بالكم يعني بعملها بصباعي كده، العجينه طريه قوي وحلوه قوي قوي. انا سبتها استريحت بتاعه 10 دقايق كده، وبدات ان انا افردها زي ما انتوا شايفين. افردها بقى بالطول قرص حسب اللي انت عايزاها. عايزه تعمليها صوابع كده اهو زي ما انا هعملها في الاول، تمام. عايزه تعمليها قرص مدوره، تمام. انا طبعا بعد ما عملت الصوابع دي، عايزه اقول لكم انا ولادي ما اكلوش غير المدوره،
عجبتهم اكتر يعني. فانا قلت ان شاء الله بعد كده هبقى اعملها لهم الايه المدوره، يعني استسهلوها اكتر ان هي يقسموها نصين مثلا وياكلوها مع شاي، فتبقى سهله. وكانت اطرى بصراحه من دي، يعني دي يعني كانت ماسكه نفسها شويه، لا هما كانوا حابينها طريه زي ما هوريكم في الفيديو في الاخر في السوا بتاعها، او زي ما شفتوا في اول الفيديو. كده انا عملت حبه بقى اللي هم صوابع، هبدأ اعمل حبة تاني مدورين. لو تاخدوا بالكم بس انا بفرد العجينة وبدخل العجينة في قلب بعض، يعني بلفها زي رول كده بحيث ان انا عشان تبقاش العجينة مكتومة تبقى مفرغة من جواها. كده انا هعمل نص صاج بس وهكمل، لان كيلو دقيق ما شاء الله عمل كمية حلوة جدا يعني، عمل كمية كويسة بصراحة، مش وحشة يعني. انت ولو تاخدوا بالكم هو اصلا ما خدش في ايدي مثلا، يعني ما اخدش حاجة. يعني انا بالنسبة لي ما اخدش معايا مثلا نص ساعة تشكيل بعجن بتخمير، يعني الموضوع ما اخدش نص ساعة. فانا بالنسبة لي بدل ما اعمل 2 كيلو يتركن والكلام ده، لا انا بالنسبة لي بعمل كيلو كيلو، اي خلاص بعمل غيره. اسهل لي من لما اعمل كميه كبيره هقف كتير وهزهق، فلا انا بعمل كميه على قدي واحده واحده كده هو، وبتبقى سهله يعني. الموضوع سهل والله لو اتعودتي بس ان انت تعجني في البيت او تعملي حاجتك في البيت بتبقى الدنيا سهله معاكي. هنا بعد ما كورت بقى بقيه العجينه كلها كورتها، وبعد كده بدات افردها. ليه؟ لان انت لما تكوريها وتسيبيها ترتاح شويه تتفرد معاكي بسهوله، لكن لما تكوريها وبعد كده تبداي تفرديها هتلاقيها بتقعد تلم. انا كده يعني كورتهم وركنتهم على الرخامه، بعد كده جبت الصينيه بقى ايه الصاج بتاعي افرد فيه. طبعا هنا تاخدوا بالكم ملك بنتي ايديها معايا عايزه تعمل تفرد معايا وكده، انا هخليها تساعدني برضو لان انا برضو هي لسه صغيره بس انا بعلمها الحاجات اللي هي على قدها اللي تقدر ان هي تعملها، اللي هي ما فيهاش ضرر ليها يعني. يعني ما تقلبش لسه على البوتاجاز، ما تقفش على البوتاجاز نهائي يعني، بس لو في حاجات انا بقدر اخليها تعملها زي كده مثلا عجين معايا حاجه تشكيل، تدخل الكوبايات. وده لازم كل ام تعلم بنتها من صغرها انها تعمل الحاجات دي، هتنفع البنت نفسها في اما تكبر. مش بيبقى قاسية من الأم والله لأ، لكن الأمهات بصراحة اللي بتدلع عيالها لا اقعدي ما تعمليش وأنا هشيلك، لأ أنا مبحبش الموضوع ده. لازم أعلمها لازم تعتمد على نفسها. الواحد مش دايم لعيله، لازم يبقى هو مخليه يعتمد على نفسه. فكده زي ما انتم شايفين بقى هي كده القرص بتاعتنا انا سبتها خمرت مثلا بتاع نص ساعه، لان انا كنت يعني مدفيه الفرن. زي ما انتم شايفين القرص المدوره حلوه قوي وهشه من جوه، وكانت اطرى من اللي هي القرص الصوابع دي كانت طريه، بس المدوره كانت طريه اكتر منها. لا هي طريه قوي ولا هي ناشفه قوي زي ما انا قلت لكم. اللي هيعوزها بقى طريه او طريه اكتر يحط معلقه كوبايتين سمنه. تمام، ودي طريقتي في القرص بتاعتي، وان شاء الله تكون الطريقه عجبتكم. وما تنسونيش في اخر الفيديو باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. بصوا حتى بس اهم حاجه كمان عايزه اقول لكم قبل ما امشي، القرص اللي هي الصوابع دي خلوها تخينه شويه علشان لما كل ما بتبقى رفيعه بتنشف وتحجر كده. والقرص المدوره برضو خليها يعني عالية شوية عشان برضو لو كانت رفيعة جدا بتنشف وبتبقى متحجرة. بس كده، وده الفيديو بتاعي. متنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.